انا ما شفتش في حياتي ماتش للاهلي اسوأ من الماتش ده. ما شفتش فريق كل الظروف معاه والمدرب هو اللي بيلعب ضد الفريق والظروف زي ما كولر عمل النهارده. نازل تدافع على ارضك في وسط جمهورك والظروف بتساعدك وبنسجل وبرده بتكمل دفاع. الشوط التاني بيبدا والظروف بتساعدك تاني وركله الجزاء ما بتتحسبش. نحس بقى ونهاجم؟ لا، ازاي؟ بينزل اكرم توفيق عشان يزود الدفاع. 90 دقيقه كولر بيدافع بس. افتكر ان في مهاجمين المفروض ينزلوا بعد الدقيقه 90 لما سان داونز سجلت الهدف وخلاص. فات الاوان. المهاجمين نازلين يعملوا ايه بعد الدقيقه 90؟ كلنا قاعدين بنتفرج على الماتش مع بدايه الشوط الثاني مستنيين نلبس هدف في اي لحظه. ما هو مفيش فريق بيلعب ال 90 دقيقه بتشكيل دفاعي بحت زي ده ومستنيين يكسب. انا عايز اعرف ازاي كولر كان مقتنع اننا ممكن نكسب واحنا طول الشوط الثاني محطوطين جوه ال 18 مش عارفين نطلع بالكوره. طول الماتش الجمهور ما وقفش تشجيع دقيقه. ما تقدرش تلوم على لاعب بعينه لان اغلب اللعيبه عملت اللي عليها وزياده. لكن في المقابل بنودع دوري ابطال افريقيا من النصف نهائي عشان عندك مدرب خايف يعمل تبديل هجومي على ارضه في ماتش زي ده. اعتقد ان اللي حصل النهارده كافي قوي ان كولر يرجع على بلده من بكره. كفايه بجد حرق الدم لحد كده عشان احنا تعبنا. لايك وسبسكرايب وفولو وبس كده.